لقيت حد باعت لي انه اخد 60 جنيه، كسب 60 جنيه من خلال دوسة اللايكات على الفيديوهات التيك توك اللي الشركه بتبعتها له. فقلت له ماشي، حلو، كمل معاهم، بس لو طلبوا منك فلوس عرفني لامين. فتاني يوم قالوا له بص، احنا الفلوس مش هندفعها لك كل يوم، احنا هنحوشها لك وهنقبضك بالشهر. احنا اللي مدي الفلوس 60 جنيه دول اللي احنا باعتينهم لك عشان تعمل بيهم باقه تكفي معاك الشهر انك تشوف بقى فيديوهاتنا. ناس زي الفل، ناس جميله، ناس حلوه، تمام، حلو كده لحد هنا. الراجل قال لهم يا عم تمام، اللي يتفرج على فيديوهاتهم يتفرج لحد ما وصل الفلوس لتقريبا 15,000 حاجه زي كده. ما تستغربوش، 15,000 جنيه كل يوم يدوس لايكات للفيديوهات اللي هم يبعتوها له. فكان رصيده كده. انت اصلا فكره، انت ما انتش حتى بتضيع، انت الراوتر بتاعك بتقعد تتفرج بيه بالثمان ساعات على فيديوهات التيك توك، فانك تقلب في الفيديوهات اللي هم بيبعتوها لك ما هياش حوار يعني، عادي اعتبرها فيديوهات تيك توك. ودوست اللايك دي ما انت بتعملها على طول، فما هياش حوار. تمام، بس هو ايه، احنا واخدينهم على قد عقلهم. اللي هو فضل ماشي معاهم لحد ما وصل ل 15,000. فبيقول له انت عشان تسحب فلوسك هتبعت لنا 2000 جنيه، وهناخد ال 15,000 هنستثمرهم لك مع ال 2000 جنيه، هتستلمهم مش فاكر حاجه و30 ولا حاجه و40,000 حاجه زي كده. لما دخل قال لي، قلت له خلاص كل سنه وانت طيب، ده نصب. طب انا في 15,000 عندهم واعمل ايه وحقي؟ قلت له لا مش حقك، ما انت على طول، ما انت بتقعد اسمها بتسكرول، بتقعد على طول تقلب في فيديوهات التيك توك كده، تقلب 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 اللي هو، وبتعمل لايكات عادي والدنيا حلوه، اللي هو برضه انت ما عملتش حاجه، عادي انت بتتسلى. فخدوا بالكم يا جدعان من حوارات النصب الكتير دي، لان الموضوع فعلا مقرف، الموضوع مقرف ومستفز.